النهاردة رسالة قوية بناء على هم وحزن كبير انت شايله. رسالتك ان محدش حاسس بيك، ولا يعلم بحالك الا ربنا سبحانه وتعالى. بتعاني من ديون او تعب، الوضع صعب، بس اسمع بقى، وضعك اللي هيتغير. الاول قبل ما نبدأ كلام، ما يحلى الكلام الا بالصلاة على رسول الله نفضل الصلاة والسلام. عانيت جدا ولسه بتعاني من مشاكل كتير جدا، نفسيتك تعبانة، عندك تعب نفسي او عضوي، ماديا الاحوال مش كويسة، بس حياتك هتتغير بعد ألم وعذاب انت شفته. هيكون في بداية حياة جديدة وحلوة، موت للحزن، هتحس بانك مطمن مستقر، وهيكون في هدوء وقلبك هيطمن لان انت فعلا تعبت. انت هتلجأ لشخص معين خسرته زمان بسبب حية خلتكوا تبعدوا عن بعض. كمان في ظهور حقيقة، مواجهات، مكالمات، هتنتصر علشان نيتك صافية. والحياة الخبيثة اللي معاك على طول هي اللي خربت الدنيا، دمرت حياتك، حقيقتها هتبان لأنها منعت فرحتك واستكترت عليك الخير اللي ربنا بعتهولك. عندك فرحة قوية، في حد هيجيب لك شغل معين، وضعك هيبقى أحسن من كده لأن ربنا هيجيب لك حقك من ناس. الناس ضروك أذوك دمروا حياتك، كانوا شايفين ان الخير اللي ربنا بيبعتهولك كتير عليك، مستخسرينه فيك، عاوزينك تبقى دايما في النازل. انت كسبت حاجات كتير هم عينيهم فيها، بيحسدوك عليها، بياكلوا من خيرك ويطلعوا يتكلموا عليك. المهم انت فوض امرك لله واستعين بيه. حاول انك ما تظلمش حد اللي لما تسمع منه، اسمع منه الأول، لأن في أفكار وهواجس بتيجي لما الواحد يكون زعلان، بس بعد ما بيعرف الحقيقة بيزعل إنه ظلم اللي قدامه، وما حاولش إنه يصدقه أو يقتنع بكلامه. حاول تغير من وضعك، هتلاقي اللي جاي أحسن. في ناس طمعانة فيك بيقربوا منك علشان مصلحتهم بس، والقريب قبل الغريب. في عندك حاجة ممكن تحصل، ممكن هتقطع صلة رحم، بس ربنا ما بيرضاش بكده. مهما كان دي صلة رحم، عندك عادات وتقاليد لازم تمشي عليها لأن الظلم وحش. هتبدأ تتحكم في عواطفك سواء في ارتباط أو في بيع أو شراء، وكمان عندك فرص عمل وتغيير دخل. في قرارات هتحلها وإن شاء الله اللي جاي خير. في انتصار وفرحة كبيرة، هترد اعتبارك وكرامتك عن طريق أوراق مهمة جدا. في حد أذاك بس الورقة دي هي اللي هتحللك المشكلة. في وضع جديد هتنتصر فيه، وفي شخص معين ظلمك وشوه سمعتك وغير حياتك، بس انت هتدي ضربة قوية جدا هتخليه يلف حوالين نفسه. انت معاك الخير والنصر، نيتك صافية. الشخص ده أساء ليك، خلى سمعتك مش كويسة، اتكلم عليك كلام مش كويس، بس في خير وفرحة وأيام جميلة. كان في حد غدر بيك وانت ما كنتش متخيل انه يطلع بالمنظر ده، ممكن يبقى الشريك أو حد عزيز على قلبك. انت هتتحول من فترة كانت مليانة ضغوطات ومشاكل لفترة كويسة جدا، هتدخل على فترة قراراتك فيها هتبقى سليمة، هتدي لنفسك دافع لتحديد هدفك، هتتحدى الناس كلها وكل الناس اللي حواليك عموما. هيكون عندك طاقة وحيوية ونشاط بعد الكسل والخمول، والأمور اللي كانت مليانة صعوبات وقرارات اللي كنت بتاخدها بسرعة، لأ كل ده هينتهي. هيكون عندك طاقة حلوة، وطاقتك دي هتديك فرص، ممكن تعمل مشروع خاص بيك، ممكن يكون أساسي وممكن يكون لتحسين المعيشة، عموما هيكون شغل تاني، ولكن بإذن الله هيبقى فيه نجاح. حاول انك تعمل شوية نشاط عشان انت عندك طاقة حلوة. حاول بس تدرس أمورك، ولو في حاجة صعبة تخطاها عشان ما تأثرش عليك. عندك إمضاء ورق أو أوراق هتخلصها على خير بإذن الله تعالى. الأوراق دي لما تخلصها هتفرح يعني، هتفرح جدا، هتقول الحمد لله. أوراق في إيدك هتنتهي. كمان في أخبار سعيدة، في انتهاء من هام انت كنت شغال عليه، أو حاجة مهمة كنت بتفكر فيها شايل همها بقالك فترة. هتلاقي في تغييرات، هتسمع أخبار حلوة. في خير وفرحة وأيام جميلة. كان في حد غدر بيك وانت ما كنتش متخيل انه يطلع بالمنظر ده، ممكن يبقى الشريك أو حد عزيز على قلبك. ان شاء الله حياتك هتتغير، ربنا هيجعل لك الخير، هينصرك عليهم. في حد طعنك في قلبك مخليك تعبان،
تعبان جدا، العلاقة فيها طرف ثلاثي من الناحيتين سواء كان مرتبط أو مطلق، المهم في طرف ثلاثي. هتبدأ تغير من نفسك عشان تطلع انت اللي انتصرت. الشخص ده ظهر على حقيقته، أوضاع كتير بينته لك، هتفضل انت الأحسن لأنه سواء كان طمعان في المال أو في أي حاجة تانية، المهم هو مش حب ومش بيحبك لذاتك، لأ ده حب مصلحة، لأنه قرب منك علشان مصلحته بس، أو عشان ياخد مصلحته ويهرب منك بعد كده. هيعمل لك حالة نفسية، بس انت هتقعد مع نفسك وتفكر ازاي هتاخد حقك منه وازاي تنتصر عليه. انت ربنا بيحبك، لأن ربنا لما بيحب حد بيكشف له نوايا الناس اللي حواليه. انت بقى احمد ربنا انه كشف لك الناس دي على حقيقتهم، لأن نوايا الخير هي اللي هتكون معاك. حياتك فيها تغيير عشان هتنتصر على اللي أذوك وجرحوك. خلي بالك في حد معين مش سايبك في حالك، عمال يتجسس عليك، عايزين يعرفوا أخبارك، ويسأل الناس اللي حواليك على أخبارك. خلي بالك لأنه مسلط عليك ناس معينة بيتصلوا عليك بيعرفوا أخبارك ايه عشان يوصلوها له. المهم الشخص ده هو شخص ندمان على بعدك، ندمان ندم كبير على انه غلط في حقك وعلى الأذية اللي سببها لك، لقى نفسه كان غلطان لما استغلك. العلاقة دي انت اللي كنت صاحبها وانت اللي كنت متمسك، هيكون فيها اعتذار، يا ترى انت هتقبل ولا لا؟ دي حريتك انت. ما تخليش حد يتدخل في حياتك عشان حياتك ما تتدمرش مرة تانية. حاول تشوف انت هتسامحه ولا لا. خلي بالك في حياة بتتلون على كل لون، هي دي السبب في تغييرات الشريك، وانه يعرف حد تاني غيرك، وسبب الخداع اللي حصل لك وانت داخل على مرحلة مواجهات، لان الحياة دي كلامها كتير وبتاخد من هنا تحط هنا. كمان انت عندك سحر وعين وحسد قوي جدا من شخص قريب منك جدا، هدفه انه يفرق بينك وبين حبيبك ده بالنسبة للمرتبطين، يخليك حاسس ببرود من ناحيته او من ناحية حبيبك. عموما الحسد والعين ده مقصود من واحدة ست هي خبيثة جدا، بتحسد بطريقة وحشة، عينيها دي وحشة، ظهر عليك من الحالة النفسية اللي انت وصلت لها. الحزن اللي بيجيلك من وقت للتاني ده هو السبب، او الحسد ده هو السبب في الحزن ده. جسمك تعبان، بتحس بتقل في كتافك، بتحلم احلام وحشة، بتصحى متضايق وتعبان ومخنوق، دايما حاسس بالصداع، ساعات ما بتعرفش تنام من كتر التفكير، بتتردد في كلامك، بتتوب كتير، دايما عصبي، بتتسرع من غير سبب، حياتك كلها متلخبطة. الموضوع ده مش هزار، ده الموضوع ده بجد. بالرغم من انك حنين بس انت مش عارف ايه اللي بيحصل لك ده. بتكون قادر انك تحل مشاكل اي حد، بس بتيجي عند مشاكلك ومتقدرش تحلها. اكتر الاوقات بتكون محتاج لحد يفضل معاك، واكتر الاوقات برضو بتحس انك مش عاوز تكلم حد، عايز تفضل لوحدك. عواطفك حلوة جدا، شعورك بالمسؤولية تجاه اي حد كويس. بإذن الله ربنا هيفرجها عليك، اطلب من ربنا الفرج لأنه من عند الله. ربنا هيرزقك اللي بتتمناه، لأنك بترضى بقسمتك ونصيبك وراضي دايما، ورضاك ده بإذن الله هيجيب لك الخير. حاول تردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن أوضاعك بقت صعبة زيادة عن اللزوم، بس بإذن الله هتسمع أخبار حلوة هتغير حياتك. انت بس قول يا رب، وربنا سبحانه وتعالى هيفرج همك وكربك، وحياتك هتتغير فوق ما انت متخيل. بإذن الله تعالى هيجيب لك خير كتير جدا، نعيم، حالك هيتغير وهيجيلك رزق في الطريق. ربنا ده سحر، لا ده كذا ده كذا، لا ابعد عن الكلام ده، لأن القرآن هو دواء القلوب ووداع للأحزان. وما تسمحش للإحباط إنه يسيطر عليك، حاول إنك تتمسك بالأمل لغاية آخر نفس. بإذن الله هتحقق أحلامك وأهدافك لأنك مؤهل لكده. عندك أدوات هتخليك الأدوات دي هتحقق بيها أحلامك أو أي حاجة أنت عايزها. ما تخليش انشغالك بشغلك ينسيك حياتك العاطفية، لأن في شخص قريب جدا منك مستنيك وأنت محتاج وجوده في حياتك وجنبك. خلي بالك عشان ما تأذيش مشاعره، وخليك حريص في التعامل معاه. انت الايام اللي جايه هتكون مليانه مفاجآت، تغييرات، احداث جديده، هيجيلك اخبار سعيده. الايام اللي جايه هتبقى خير وحب باذن الله تعالى، فرحه بتستناها وبتتمناها من سنين. ابشر لان كرم ربنا سبحانه وتعالى بالامان بعد الخوف وبعد الضيق. هتنال رفعه قويه وعلو شأن، هينشرح صدرك، هتفرح بالبشاره باذن الله.
نية، هتكون صبور، وهتحصل على اي حاجة انت عايزها بإذن الله تعالى. الأوقات اللي انت كنت بتقعد فيها لوحدك ربنا هيهونها عليك، بس انت ادعي ربنا انه يهون عليك وتخرج من اللي انت فيه ده، ودايما تردد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هتحس بعدها من كتر الدعاء والإلحاح على ربنا ربنا يستجاب لدعائك، هتحس بالكرم والفضل، عينيك ممكن تدمع من الفرحة لأنك صبرت ولقيت نتيجة صبرك ده. وقت الحزن والتفكير والتعب هيعدي بإذن الله، بس انت كل ما عليك انك تصبر، صف النية وانت بتدعي، وياريت تردد الأدعية دي في كل الأوقات. هتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 10 مرات. هتقرا سورة النصر 3 مرات لأن فيها سر عجيب جدا سبحان الله. وهتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 10 مرات. سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت